التحدي في الفيديو ده على حركة تكاد تكون سهلة، ولكن هتشوفوا مدى صعوبتها فيما بعد. والمستوى الاول كان سهل جدا، فقررت ان انا اعليه وعملت المستوى التاني على طول. بعد كده رحت للمستوى التالت وكنت بشوف فرق البازل قد ايه، وابتديت احط الاعلى، وبرضه عملتها من اول مرة الحمد لله. بعد كده قلت اعلي البازل اكتر، وهنا كان قرب من مستوى البار، بس برضه عملتها من اول مرة الحمد لله. بعد كده ابتديت احط طاره، قلت لا مش كفايه، المستوى مش عالي قوي، فخليتهم طارتين. وهنا البازل ابتدى يعلى عن مستوى البار، وهنا اول واحده جلت مني بسبب ان انا وشي كان هيخبط في البار وانا طالع، بسبب ان انا بزق عالي، فغمضت عيني. فكررتها مره كمان وعملتها الحمد لله، بس قلت لا مش كفايه وقررت اعلي المستوى تاني. هنا حرفيا المستوى بقى عالي جدا عن البار. في الاول الموضوع كان سهل، وكنت بخبط في البازل وبنزل واقف على رجلي لاني ما كنتش بزق فوق كفايه. فهنا قررت ان انا اعلى زياده عن اللزوم، بس للاسف ما كنتش بلاقي الارض وانا نازل، فحاولت اعملها على قد ما اقدر، وان انا وانا نازل من فوق رجلي تلمس الارض وانزل واقف الى حد ما. السؤال بقى هنا، انت تقدر تعمل المستوى الكام؟ وبس كده. اللي حابب يعرف تفاصيل عن التمرين يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك.